الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، انا معاكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل. تابعوه للنهايه زي ما عودناكم في كل فيديو بنتكلم عن معلومه جديده مفيده في تربيه الارانب، سواء بربي على الارض او في السلكات. يا جماعه احنا قلنا 1000 مره اكتر من مره وكررنا كده في الفيديوهات كتير، الارانب البلدي هي اللي بتتربى على الارض، بلاش السلالات على الارض لان المناعه بتاعتها بتبقى قليله فبتتعب مني، بتبقى لها جرب، بتتعب، المناعه بتاعتها قليله. فاحنا الارنب البلدي اللي هو الاصلي بتاعنا ده هو اللي حجمه زي ما قلنا 2 كيلو ما بيزيدش عن 2 كيلو، ده اللي بينفع يتربى على الارض. ينفع يتربى على الارض، ينفع يتربى مع حمام، مع فراخ، مع بط، مع اي حاجه ينفع اربي الارنب البلدي ده. انما الارنب السلاله خليه في السلاكه لوحده علشان المناعه بتاعته قليله وهيتعب مني، وبعدين مش هينفع ان انا اجيبه من السلاكه مثلا من مزرعه، اجيبه اشتريه بمبلغ قد كده واحطه على الارض، هيتعب مني ومش هيستحمل. فمش هينفع يبقى عندي ارنب هو مولود اصلا في ايه من اول ما اتولد لحد ما كبر ينفع احطه على الارض. فهو اتعود على المكان ده، خلاص نخليه في المكان ده، لان احنا جربنا وشفنا برضو التجارب كانت قدامكم. اوقات لما في الجو مثلا المناسب في البرد شويه ممكن يجي لهم برد، يتعبوا، المناعه بتاعتهم كانت قليله ضد برضو الامراض اللي بتيجي، ممكن الارض، ممكن العرقوب، ممكن الجرب، الحاجات دي صعبه على الارنب السلاله. فالارنب السلاله زي ما قلنا بلاش نحطه على الارض، ده اساسي. خلينا في الارنب البلدي. الارنب البلدي زي ما قلنا بياكل اي حاجه بتربى على الارض. احطه مثلا مع فراخ، مع بط، مع حمام، مفيش مشكله، مع فراخ رومي، كل ده الارانب هتاكل من الاكل اللي هم بياكلوا منه ومش مفيش عنده اي مشاكل. طبعا الام علشان اختارها سلاله جيده وكويسه، احطها في المكان وانضفه كويس قوي زي ما قلنا، ونحرق وننضف، الحاجات دي اساسيه، ورش دايزانون ورش يود، كل ده اساسي في تربيه الارنب. الارنب اللي على الارض مش محتاج ان انا اقعد اطهر وارش واحرق. هحرق ازاي؟ طيب انا مثلا فرشه قش على الارض او رمل او اي حاجه ومربيه فراخ وبط وحمام وحاجات من دي، فمش هينفع نحرق على الارض. او لو مثلا حطيت زيار ولا حاجه ممكن امشي بالبشبوري كده لو في حد مربي بلدي، عشان بس الميكروبات والبكتيريا والبراغيث. برضو البراغيث ممكن تنتشر قوي في تربيه الارض. وبرضو السلكات لو اهملناها وما نضفناهاش فتره طويله. ده بالنسبه لتربيه الارانب. ابدا اربي، عايز ابدا مشروع، هي سلاكه واربع امهات وذكر زي ما قلنا. بلاش هربي مثلا عندي نتايتين وذكر جبتهم من اي مكان بلدي احطهم على الارض مفيش منه اي مشكله، بس برضه يبقى عندي الادويه الاساسيه زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، اهم الادويه اللي لازم تبقى عندي في تربيه الارنب. كل ده طبعا لسه ما دخلتش في موضوع الحلقه. الحلقه النهارده في ناس بعتت كتير في التعليقات، انا مثلا عندي ام تعبانه وهي عشار او بترضع، طب انا اعالجها ازاي؟ استنى لما تخلص فتره العشار ولا لما تخلص رضاع؟ في امراض يا جماعه ممكن ما ينفعش تستنى لما الام تخلص عشار او رضاع. لو انا مثلا لسه عن الام مثلا يومين 3 اسبوع بكتير قوي، يعني ممكن اسبوع كمان يبقى خطر على الام والمرض ممكن يزيد عندها، ما اقدرش الم الموضوع وما اقدرش اعالجه. في حاجات تستنى وفي حاجات ما تستناش. لو مثلا عرقوب دي حاجات ظاهريه ما فيش ليها مضاد حيوي حقن ولا اي حاجه، هحط مضاد حيوي مرهم وهرش جنتان، ده ما فيش منه اي مشكله. البرد برضه ممكن حاجات تبقى موضوعيه لو هي سهله وفي بدايتها، انما الجرب والتهاب الضرع حاجات الاتنين دول ما ينفعش يستنوا لما الام تخلص عشار او الام تبطل رضاعه. لو انا الجرب عندي مثلا الام زي ما قلنا لسه لها يومين او 3 استنى عليه مفيش اي مشكله، تاني يوم الولاده او تالت يوم الولاده ابدا اعالج بسرعه، لان هدي ايفوماك، هدي حاجات فيها سموم هيأثر على الام وممكن يأثر لي على خلفات اللي في بطن الام. فالام العشار لو في عندها جرب استنى لو لسه قدامها يومين او 3 بس، اكتر من كده لازم ابدا اعالج حتى بالحاجات الظاهريه لحد ما تولد ادي لها الايفوماك. الايفوماك في ناس برضو بتسال انا هدي ايفوماك للام اللي بترضع هيأثر على الرضاعه ولا مش هيأثر؟ الام او الذكر عموما او الارنب عموما لما بياخد ايفوماك بيقعد يوم او يومين بيقل من العلف خالص، فطبيعي ممكن يأثر على اللبن. فانا مش هستنى مثلا لما الام تتعب زياده وبعدين ابقى اديها، لا انا بديها دلوقتي، يعني
اتنازل عن يوم مثلا هي تتعب فيه والخلفات هتقل معايا وكل حاجه، بس مش هتقل قوي زي، وهدور على المشكله عندي احلها احسن من ان انا اسيبها تكبر. برضو التهاب الضرع، لو الام لسه عشار في بطنها خلفات لازم اعالج التهاب الضرع بسرعه قبل ما تولد. مرهم الاسود والمرهم المضاد الحيوي والبتادين والميه السخنه ده اساسي في علاج التهاب الضرع. انما الجرب اصعب حاجه، ان انا ممكن اسيبه يومين او 3، يعني يومين 3 دول اسبوع، اخر اسبوع يبقى الارنب خلاص الجرب انتشر في جسمه كله بهدلني عندي. لو الام قدامها يومين ماشي، 3 ماشي، ده اقصى حاجه. انما الام بترضع مثلا وانا عايزه اعالجها من الجرب او عايزه اعالجها من التهاب الضرع، ابدا في العلاج بسرعه. مثلا في اخت من الاخوات بعتت لي على التليجرام كام مره، مش مره واحده، وقالت لي طب الام دي بترضع، طب والحلمه اللي هي جالها التهاب ضرع دي ملتهبه، طب اديها لاولادها ترضعهم ولا لا؟ هقول لك على حل سهل قوي قلته لها، هقول لكم كلكم على حل سهل جدا. انا مثلا بدهن بتادين وبنضف بميه سخنه وبدهن مرهم مضاد حيوي ومرهم اسود، علشان طبعا الخراج يفتح او يبدا ينشف التهاب الحلمه ده، يبدا ينشف عندي. وعلى فكره يا جماعه التهاب الضرع بيقفل الحلمه. انا مثلا عالجت الام اهو، طب الخلفات هتلحس منه وهتتعب؟ لا. بص هقول لك على حاجه، ممكن بحته بلاستر، حته لزق طبي من الصيدليه بنص جنيه او بجنيه اخري، بحط المرهم وبظبطه وبظبط البتادين واقوم قافله على الحلمه دي. ده لو الام قالت لي ده الام عندها لبن كتير والخلفات بترضع، طيب انا استغل اللبن ده، انا يعني ده مش ارهاق للام ولا حاجه. لو لسه الخلفات لسه عليها حاجه بسيطه وخلاص هفطمهم بقى وهي لسه عندها لبن كتير، ادي ولادها ليها تخلص اللبن اللي عندها. ده حل من الحلول برضو، ده حل قلته لها، تقفل على الحلمه اللي تعبانه علشان الخلفات ما تمسكهاش وتتعب زياده او ندخل في مشكله زياده. انما مثلا انا عندي امهات كتير زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات كتير، ان انا القح كل الامهات في وقت واحد مع بعض، اقل حاجه 2 أو 3 يبقوا مع بعض، او مثلا يعني مثلا عندي 10 امهات وذكر او ذكرين، اقوم ملقحه 5 مع بعض، كل واحده بينهم 2 مثلا في يوم و2 في يوم تاني والاخيره في يوم، يبقى انا كده ريحت الذكر وخليت الخلفاء الامهات تولد كلها في وقت قريب من بعض، عشان ام تعبت، طب هي عندها التهاب ضرع في حلمه و2، طب هي ما عادش كده نافعه، لازم ارحل الخلفات واحطهم مع امهات تانية واريح الام دي لحد ما اعالجها واظبطها. نفعت معايا نفعت، ما نفعتش دي هتبقى مشكله. لو الضرع جه في اكتر من حلمه الام خلاص بتستبعد لان بتعبت عندي. فخلاص خدنا كده الضرع، قلنا كده الضرع والجرب ما نستناش عليهم لما الام تخلص رضاعه، هتأثر على الخلفات، هتأثر يوم و2 وبعد كده هتبقى كويسه. بعد كده هي من نفسها هتجوع وهتحتاج علف لتكوين اللبن. اهم حاجه علف يبقى جيد، يبقى متوازن، يبقى الام دي بتستجيب معايا بسرعه للعلاجات اللي انا بديها لها علشان ما تاخرش في العلاج بتاعها. ده طبعا زي ما قلنا الحاجات دي كلها بتيجي في التعليقات، وانا برد على التعليقات باخد بالي في حاجات بتتكرر اكتر من مره. فانا الارنب عندي مثلا الام دي مثلا بترضع وتعبت، في تعب استنى عليه وفي تعب ما يستناش عليه. في تعب زي ما قلنا ممكن نستعمل الحاجات الظاهريه لحد الام ما تولد، لحد الام ما تخلص رضاعه، او ام بديله بسرعه ادور على ام بديله. لازم يبقى عندي امهات بديله، لازم يبقى عندي الخلفات قريبين من سن بعض. ممكن مثلا خلفات عمر يوم وخلفات عمر 7 ايام 10 ايام ممكن اضمهم لبعض ما فيش مشكله، بس الفرق هيبقى واضح وهبقى عارفه ان دول عمرهم 10 ايام وده عمره يومين او 3. فانا كده المهم النهارده في الفيديو زي ما قلنا في امهات تعبت معايا، ام عشار تعبت، ام بترضع تعبت، ابدا اعالج ما استناش. في حاجات استنى عليها واتغاضى عنها او ااجلها لما الام تولد او تخلص الرضاعه، في حاجات تانية ما ينفعش، لان لو سبتها يومين او 3 عدت معايا اكتر من 3 ايام
الجرب انتشر في كل مكان، ممكن يتنقل لارانب تانية اتبهدل معايا والارانب كلها تتبهدل معايا. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، يا رب ينال رضاكم لاعجابكم، اعجابكم وكون دايما عند حسن ظنكم، وكون قدمت لكم المعلومه بطريقه سهله وبسيطه زي ما عودتكم في ارانب الخير في كل بيت. اي اخت من الاخوات الفاضلات المحترمات تحب تتواصل معنا على تليجرام ارانب الخير للسيدات على رقم الشيخ سامر 010 62815093. اي حد يحب يحجز سلالات بطاريات اعلاف ادويه على رقم الحجز 010 646 19771. تحت امركم في اي حاجه تطلبوها مننا، واي سؤال تحبوا تسالوه او اي موضوع فيديو تحبوا نتكلم فيه ابعتوا لنا في التعليقات، باذن الله هنعمل. احنا تحت امركم في اي حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.